أهلا، أنا أحمد وجيه، وده فيديو جديد. يعني صعب somehow إحنا بنصور وإحنا معناش ستورج، يعني أنا مش عارف إزاي، ولكن في في كذا حاجة في دماغي بتتخانق مع بعضيها، اللي هو أنا عندي كلية وعندي شغل وعندي حاجات كتير. فاللي هو أنا محتاج إن أنا يعني بشكل أو بآخر إن أنا أقعد أخطط وأعمل وبتاع وأقسم حياتي، لأني بجد الدنيا دلوقتي بقت داخلة في بعضها. أنا مش عارف منين مودي على فين، بيعمل إيه ومسوي إيه، وخصوصا إن في أكتر من حاجة. يعني عندي شوية حاجات عايز تخلص، وفي بروجكت المفروض أشتغل عليه، وفي حاجات تانية محتاجة شغل ووقت ومراقبة وبتاع. ولكن يعني أنا مش عارف، يعني مش عارف أعمل إيه وأعدل إيه وبتاع، ومحتاج أخطط وحاسس إن أنا اتخنقت من القعدة في هذا المكان في هذه الطريقة. عايز أخرج مثلا أشتغل برا، أعمل حاجة. والفكرة معايا إن أنا مبلاقيش حد يشجعني. يعني حاليا بخرج في الفلوجز وبتاع، يعني في محتوى القناة هيقلب على فلوجز، بس برضو القناة بالنسبة لي دلوقتي عاملة لي أزمة، لأني أنا محتار. يعني مثلا في أنا كنت مخطط لها فين هنا. أيوه هنا ده الشيء الصغير يعني. أيوه، يعني المفروض إن في حاجة محتاجة تعملها بجد. أنا ليه بعمل فيديوهات وإيه مصير القناة ده، في حين الحاجات كذا حاجة اللي أنا عايز أعملها، كذا بروجكت اللي أنا عايز أعمله. يعني هل القناة هتنها مستمرة في المحتوى ده، ولا هل القناة هتنها مستمرة في جنب تاني البروجرامينج والحتة اللي أنا عايز أخش فيها إن أنا أبدأ أشرح بروجكت وتفكير والكلام ده، ولا هل هتخش في حتة البيزنس والروتين ومش عارف أنا بعمل إيه وعشان إيه والحكاية دي كلها، ولا إيه بالظبط؟ الفكرة يعني في كذا حاجة. يعني بس في حاجات أنا عارفها، يعني إيه، زي إن أنا ليه عايز أعمل محتوى. أنا عايز أعمل محتوى بس علشان أترك أثر، علشان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأنا دلوقتي معيش فلوس، فالحاجة الوحيدة اللي أنا أقدر أطلع منها هو العلم، إن أنا أقدر أتكلم وأشارك تجاربي ومعرفتي والأفكار اللي في دماغي. يمكن لعل عسى تفيد حد، يمكن أنا وقعت في مشكلة فأقول إزاي تحلها فأنت متقعش فيها، أو تعرف إن هي أنت داخل على مشكلة فتعرف تغير اتجاه، تاخد غرزة كده عشان تعرف تفاديها، أو النقرة أو الحتة دي. فهكذا. فلو أنا عارف إن أنا عامل دي علشان الحكاية دي، وعلشان يعني أجيب فلوس، بس مش فلوس من القناة والإعلانات وتفعيل الربح وشراكات يوتيوب والكلام ده كله. لأ، هو الفلوس من إن الناس تعرفني، فيا يحبوا يشتغلوا معايا، يا يحبوا يا ما يشتغلوش معايا. يعني مثلا حد يعرفني في حتة إن أنا ببني سيستمز لشركات واشتغل والكلام ده كله، تمام. فهو هيكلمني على الحتة دي، ابني له سيستمز، اساعده ان ازاي يبني سيستمز، ازاي يجيب حد يوظفه، الكلام ده كله. فديت ممكن اخد عليها فلوس، او فلوس من سبونسرشيب مثلا. شركة شايفة ان ده كويس فان هو تدفع فلوس او الكلام ده كله. فاللي هو دي الفكرة. فاللي هو محتار، طب انا اودي البتاع لأنهي ناحية؟ طب ما هو ما ينفعش اجمع بين النيتين. ففكرت في فكرة الفصل.
ان انا دي لوحدها ودي لوحدها ودي تستمر عادي، ان هي قناتي اللي انا بتكلم فيها وقت ما احب اتكلم عن المواضيع اللي شاغله دماغي وعن الحاجات دي. في نفس الوقت اعمل قناه تانية اتكلم فيها عن البروجرامينج، اتكلم فيها عن الحاجات اللي انا عايز اتكلم عنها فيها ان هي تجيب لي انكم. ولكن انا ببص دلوقتي انا انا مش قادر اسرفايف على القناه دي، انا مش قادر استمر، انا مش قادر ابني كذا حاجه. في نفس الوقت عايز اخش في حاجات كتير و I don't have time، يعني انا ما عنديش وقت يعني. ففكره ان انت هتمشي بمبدأ باريتو اللي هو 20 80، ان هتركز على 20% من الحاجات اللي هتعمل لك 80% من النتائج في كل حاجه بقى. يعني انت هنا هتمشي بمبدأ ورك ورك سمارت نوت هارد في بعض الحاجات، لان في حاجات انت هتضطر تورك هارد وسمارت، دي ما فيهاش كلام يعني. فاللي هو اعمل ديلينج لبعض المهام لبعض الاشخاص، يعني مش شرط تبقى موجود في كل حاجه ومش شرط تبلان لكل حاجه يعني. وفكره برضو ان انا عندي لازما الكليه حاطه لود عليا كبير، اللي هو انا لازم اروح احضر 4 ايام بالاسبوع، والاربع ايام اللي بحضرهم مبقاش موجود. فالتلات ايام اللي كنت مع الناس بحس ان انا عايز اقعد ما اعملش اي حاجه. فعلشان اعمل حاجه لازم أنا اخد الحاجه اللي هشتغل عليها واطلع اشتغل عليها بره، لاني بكون اتخنقت بقى. فبالنسبه لي البيت هو مكان الراحه يعني. حتى اوقات الاستديو اللي انا قاعد فيه ده او اللي شبه استديو هو مكان ممكن اتفرج على فيديو او بتاع. وبرضه ممكن يكون السبب ده ان انا ما عنديش حاجه معايا كويسه يعني. للاسف انا ما عنديش حاجه معايا كويسه. انا بس ان الناس القريبين مني قوي والناس زمايلي في الكليه هم اللي عندي علاقات بيهم، هم اللي شبه بيشوفوني، هم اللي شبه بكلمهم كل يوم او بتعامل معاهم. وصحابي بتوع الكليه يعني تقريبا احنا ما بنتعاملش غير واحنا في الكليه، بس بره الكليه يعني ما بنتكلمش غير للضروره القصوى زي ما بيقولوا، اللي هو خلاص. فاللي هو وانا مش معترض والله، الناس دي جدعة جدا وحبايبي وبتاع وشاطر بيكم كل واحد فيكم انتوا كلكم وبتاع. بس يعني المفروض ان انا يبقى عندي سايد هاسل كده، حاجة بفرغ فيها، بطلع كل اللي في دماغي، بطلع كل البتاع يعني. انا لسه شباب وظهري دلوقتي قافش، انا مش عارف لما اوصل لما اكبر شوية هعمل ايه. فاللي هو ايه بقى يعني، عايز تعمل حاجات كتير قوي. طب هتعمل ايه؟ يعني هتعمل ايه؟ يعني بجد دي جلسة التفكير. الحاجة الوحيدة اللي في دماغي هي إن أنا أبدأ أفصل بقى كل حاجة عن بعضها. يبقى الكلية ال4 أيام بتوع الكلية والكلية بس الفكرة إن أنا ال4 أيام بتوع الكلية بيبقوا الكلية بس. طب حلو تمام، أنا بخلص الكلية الساعة 4، بخلص الكلية الساعة 4 وساعتين مواصلات، باجي هنا الساعة 6. طيب ماشي، ما أنا بكون صاحي بقالي 12 داخل على 12 ساعة صاحي. ساعة من الصحيان 12 ساعة ماشي، بوصل البيت من الساعة 4 الساعة 6 مثلا المغرب، فأنا معايا 4 ساعات. فأنا قعدت شوية مع أهلي، كلت شربت خدت دش. طيب ماشي، معايا ساعة ولا 2 هعمل إيه؟ أجهز شنطتي، أجهز حاجتي، ألم بتاع، أنا لو في حاجة بقى أخلصها هخلصها وبعد كده أنام، مش هلحق أعمل حاجة. فبالتالي أيام الكلية كان عندي مقفولة، والتاسكات بتاعتي كلها بتبقى رخمة يعني. إيه، في بروجكت في تاسكات يعني somehow البتاع دي ما بقتش تجني نفعها. انت محتاج حاجة ترمايند ليك، حاجة تتنطط، حاجة دي يبقى فوق منك دايما بيفكرك تعمل حاجة بتاع. ففي أوقات أنت موجود بالفكر مش موجود بالكينونة، وفي أوقات أنت موجود بالكينونة وموجود بالفكر يعني إيه. ففكرة برضو إن أنا ما عنديش وقت أو إن أنا مضغوط مسؤول في كذا حاجة، بتخليني عايز لما أحضر في الكلية أستفاد من أكتر استفادة ممكنة. حتى لو الشخص اللي قدامي ده هو ما بيعرفش يشرح، أنا هستفاد منك يعني إيه؟ لأن أنا مش ما عنديش وقت إن أنا أذاكر المادة تاني. فأنا جيت فالناس ما هركز معاك، أستفاد منك. في أوقات في دكاترة ما بركزش معاهم،
انا عارف، والدكاتره دي من اكتر الدكاتره اللي بتشرح وبتدي المواد حقها وكل حاجه، بس معلش يعني ده تقصير مننا احنا، عدم التركيز وعدم، بس بيبقوا فاكرين في الواحد فشل والكلام ده، لكن ببقى فاهم المبدأ، فاهم الكونسيبت الأول، ولكن يعني حتى لو أنا مش مقتنع باللي قدامي فأنا هسمع له وأنا هركز معاه. يعني حتى ما هتعمل إيه؟ ما هو لازم، ما هو خلاص، ما أنت ما قدامكش الحوار، ما أنت عندك حتة تانية. فمن هنا ما بحبش أشتكي. خلاص هو وحش يا عم، خلاص حاول تستفيد منه وكمل من بره، هتعمل ايه؟ هو كويس والله الحمد لله، يعني هنجوزه بنتنا عادي جدا وما عندناش فيها اي مشكلة. يعني بس فكرة ان انت حاسس بالضغط، عايز تطلع كله جواك، والاحساس ده بيجيلي بسبب حاجة، بسبب ان انا عندي اكتر من حاجة محتاجة تتعمل وانا مش عارف، وبسقط حاجات كتير. يعني بسقط ان انا عندي اسايمنت هنا، بسقط ان انا عندي كودينج في الوقت الفلاني، وبسقط ان انا عايز اعمل كذا. فالحل ان انا يعني طريقة التخطيط دي ما بقتش نافعاني بشكل او باخر، يعني ما بقتش نافعاني. ان هي خلاص الصفحة جابت آخرها، فأنت محتاج تخطط بطريقة بلانر أكتر. فبدأت أحط صفحات زيادة ورا وأكتب فيها التاسكات اللي عندي، بحيث إن أنا أبقى عارف أعمل إيه. والفكرة برضو إن أنا لما بطلعش اللي في دماغي على الورق، وأنا عندي مشكلة دلوقتي إن أنا بكسل أطلع اللي في دماغي على الورق، يعني فبالتالي نقطة جوه دماغي، فمش عارف أعمل إيه. يعني المفروض إن في كذا حاجة تخلص وبتاع، لا أنا مدخلش، فإن أنا أقعد أكتب وأخطط وأعمل. فمحتاجين الكلام ده، ومحتاجين برضه إن إحنا نخرج نشتغل بره ونعمل بره. وأنا حاسس إن أنا محتاج أتنفس، محتاج أطلع اللي هنا في ورقة، في فيديو، مع شخص، كلام بتاع، اللي هو أو إن سألوك يعني الثقل حمل ثقيلة. ومحتاج برضو يعني للأسف علاقتي بربنا مش أحسن حاجة. يعني علاقتي أحب ما يتقرب إلي العبد مما ما افترضته عليه. علاقتي بالفرائض يعني أحيانا بصليها قضاء، أحيانا كتير جدا، أحيانا بتتأخر لآخر وقتها. يعني يمكن من الصلوات اللي ما بتتأخرش لآخر وقتها هي العشاء، لأني خلاص بكون عايز أنام، يعني ما فخلاص. لكن يعني الموضوع صعب، مجاهدة النفس صعبة يعني. والفكرة إن في حاجة بتخليني عايز أروح أعمل حاجة معينة، لأن أنا متعود في 10 سنين من حياتي إن أنا لما بعمل، يعني 10 سنين دول أنا لما بنضغط جدا بروح أعمل حاجة معينة. فأنا ما عملتش الحاجة دي، ما وصلتش لمرحلة النشوة من الحكاية دي، من العادة دي، أنا الدنيا عندي ضربت وبتاع. والحاجة دي للأسف شديد إنها حرام، يعني حفظ الشبكة والمكاره. فأنت عشان تدخل لازم تتعب وتقدم غالي والنفيس وتيجي على نفسك وتعمل وبتاع. وأنا ما عنديش مشكلة في ده، لأني بلاقي متعة في الشغل، في الورك، في الكلام ده كله، في الورك لايف، في الورك لايف بالانس زي ما زغاليل بتقولها. أحلى مسا عليك يا الأس مش زغلول، الأس اللي بيقول الورك لايف بالانس. أيوه، المفروض نحقق الورك لايف بالانس، الورك لايف بس، أو يعني ما زي ما بيقول محمد أبو النجاح يعني ما فيش ورك لايف بالانس، ما فيش حاجة اسمها كده. يعني في حاجة اسمها أنا هاجي على حاجة عشان حاجة أهم عشان حاجة. فأحيانا
محتاج تيجي على وقت أهلك، وقت عيلتك، وقتك، علشان توصل لحاجة في المستقبل. وأحيانا محتاج اللي هو تشد فرامل، ترفع الهاند بريك وتقف وبص انت جيت هنا ليه، وتفتكر ان انت جيت هنا عشان تقعد. واساليب الاثبات كتير وبتاع، ولكن يعني اعذرني، انا اسف. المفروض ان القعده كده احسن، ظهري بقى مستريح اكتر، ولكن انا مش عارف، انا مشتت جدا. آه، كل اللي انا محتاج اعرفه اني محتاج اطلع الجو اللي في دماغي. طول ما الحاجه في دماغي فهي عامله عليا لود وبريشر. لما تطلع الحاجه في دماغنا بتتعظم جدا، لما تطلع بتبدأ تبص للموضوع من فوق، فبتعرف ايه اللي بيحصل، فبتقدر تحكم، تقول والله انا هنا ممكن اعمل دي كذا، ممكن اشغل الحتة دي. ومش شرط انا اعمل الحاجة دي كلها بنفسي، ممكن اجيب حد يعمل الحاجة دي معايا يساعدني. ممكن نشير مع بعض في حاجة معينة، نشتغل مع بعض على حاجة، على بروجكت. ولكن يعني الحاجات دي كانت في الأجازة، كانت بالنسبة لي عادي، إن أنا I have a lot of time. It's normal to work 20 hours in day أو 24 hours. I don't have a problem. I know I sometimes I want to break, like Friday to Jum'ah prayer, but uh, in study, no, I can't make that, because I have a 12 hour in the school, and 4 hours in my day, in my home. And in my home I want to make a lot of things. يعني يعني I want to plan and write, because it makes me more uh, more relaxed, and more relaxed, because if I know that I can make anything. يعني في بلوج المفروض ان هو 44 دقيقة، هينزل بلوج 44 دقيقة. البلوج ده هيشرح شوية حاجات، يعني هيوضح شوية حاجات. يعني هو البلوج ده اتصور في أسبوع، وفي كلام كتير، أو هو مش في أسبوع، هو بلوج عن بروجكت معين. ف يعني هنتكلم بقى عن البروجكت ده وعن تفاصيله وي بشكل ما، يعني مش بتفاصيل الأول لكن بشكل ما. فالله المعين. وبس يعني كل اللي أنا محتاج أعرفه إن أنا آخد ده وده وده بس، أو أي قلم دول، وأخرج أقعد في حتة وأقعد أطلع كل اللي في دماغي. بس مش أي حاجة غير إن أنا أطلع كل اللي في دماغي، أكتبه، أفكر بهدوء، ما مش أي حاجة تانية. فأشوفكم في فيديو جديد وفي وضع أحسن من كده، وما بقعدش أصيح وأشتكي همي وأتكلم عن أكتر من حاجة. وأنا عارف إن نص الكلام ده مبهم، بس يعني اللي هيتفرج معظمهم صحابي، فالكلام المبهم هم هيفهموا جزء منه، والباقي برضه مش هيفهموه، بس اتس اوكي. يعني هم هيبقوا فاهمين الصورة يعني، أو تخيل الصورة. وبس كده. أشوفكم في الفيديو الجاي. دمتم سالمين.